اصح قرار اخدته في حياتي. حياه جديده طبعا طبعا، يعني ندمانه على كل وقت سبت نفسي فيه كده. بس انا بني ادمه صريحه جدا، انا في الموقف ده بجد، وخصوصا في الصوره دي اللي هي بتاعت ان انا في وادي الريان ولابسه لبس كده منفوخ وبتاع ومش عارف ايه. الناس فعلا ما كتبتليش حاجه تضايقني، يعني حتى اللي دخل كتب لي اللي هو يا مي انا بحبك قوي وحاولي تخسي بليز عشان صحتك وعشان نفسك. جات لي اعلان الكبسوله، سالتهم بتعملوها مع دكتور احمد المصري، قالوا لي اه، فرحت له. فانا كنت قبلها عامله عمليه المراره، وانا بعمل المراره كنت عارفه ان انا عندي فتق في الحجاب الحاجز، بس الدكتور اللي عمل لي العمليه قال لي ان هو صغير ويعني مش مهم نعمله يعني. فلما جيت رحت الدكتور احمد المصري وقلت له على موضوع الفتق ده، فشافه فلقاه كبر، فقال لي ان الكبسوله مش هتنفع معايا، هو الحل الامثل لحالتي يعني بالوزن اللي هو 108 ده ان انا اعمل تكميم. وانا قعدت معاه بقى، ارتحت له جدا، وفجاه خدت القرار لدرجه ان انا قلت له طب بص، ما ينفعش تاخدني دلوقتي من هنا على المستشفى قبل ما ارجع في كلامي. فهو كان واثق جدا ان انا مش هرجع في كلامي.